اللهم في يوم الجمعة اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح كل حاجة حلوة، يا صباح الرضا. بجد وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا بقالي كذا يوم ما نزلتش، تقريبا 4 أو 5 ايام ما نزلتش اي فيديو، لاني كنت تعبانة جدا جدا جدا. الحمد لله اول مرة اتعب التعب الجامد قوي دوت، كان دور برد جامد جدا بصراحة، ما كنتش قادرة، كنت حاسة ان انا مش هقوم يعني منها، بس الحمد لله بقيت احسن دلوقتي. وعايزه اقول لكم بقى يعني بصوا، عايزاكم بقى في الفيديو ده تشهيصوني، يعني تعملوا لي كده لايكات كتير. بصوا انا بقالي كذا يوم ما نزلتش فيديو، وطبعا القناه كده عماله بتقع وبتنزل، فارجوكم يعني بتمنى ان انتوا تدعموني وتعملوا لي لايكات وكومنت حلو كده يشجعني ويحمسني ويخليني انزل دايما فيديوهات. وعايزه بقى ابدا الفيديو كده بالصلاه على النبي، ونقول كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا هنا صاحيه بدري، كانت حوالي الساعه 8 الصبح، تمام، وده مش عادتي، يعني انا اساسا يعني بصحى الساعه 11 12 يعني كده في الوقت ده، لكن صاحيه بدري النهارده، وقلت بقى اخلص كده، عندي كام حاجه عايزه اخلصهم، وقلت بقى كفايه كسل ونقوم كده نتنشط كده ونعمل حاجتنا بدري بدري، تمام. فقمت كده، كان عندي شويه غسيل، قلت اما اغسل اول فوم. اول فم كده غسلته، طبعا كنت نشرة اساسا قبليها بالليل غسيل، والغسيل كان نشف، لان انا عندي الجو حر جدا والبلكونه اساسا شمس، فبتنشف الحاجه بسرعه. وحتى كمان انا نشراه بالليل، صحيت لقيت الدنيا الغسيل يعني نشف خالص، فشيلته. فدلوقتي الغسيل ده اللي انا لسه غسلاه ده 10 دقايق وهشيله برضو، لان الحاجه بتنشف عندي بسرعه قوي، فده بيساعدني ان انا اقدر اغسل مره واتنين وتلاته يعني، وبكون مخلصه الغسيل وبيكون نشف بسرعه معايا، تمام. عايزه اقول لكم بقى ان عايزه اعرف الناس بقناتي. انا سهى فاروق، ودي قناتي يوميات سوسو وبناتها، تمام. انا عايزه اقول لكم ان انا دي مش اول قناه ليا، انا كان عندي قناتين قبل كده. كان عندي قناه اسمها سوبر سوسو، ممكن يكون في منكم ناس عارفاني، وفي منكم ناس جديده ما تعرفنيش اصلا، لاني قعدت فتره برضو طويله بعيده عن القناه بعد ما سبتها يعني، تمام. انا قناه يوميات، قناه سوبر سوسو الاولانيه دي انا قعدت فيها وتعبت فيها جدا جدا، وعملت فيها فيديوهات. عايزه اقول لكم كانت ذكريات من احلى الذكريات، الذكريات اللي بعشقها بجد، اللي كل ما بفتكر ان القناه دي راحت مني بجد بزعل جدا عليها، لاني دي كانت بدايتي على اليوتيوب، وكان معايا ناس اصحابي اللي عرفتهم على اليوتيوب يعني، بجد يعني كانت حياتنا كلها تقريبا كنا بنقضي اليوم كله مع بعض. بس يلا الحمد لله القناه دي راحت مني، ما كنتش لسه عارفه برضو حاجات كتير قوي على اليوتيوب، وراحت مني بسبب يعني غلطه كده في الادسنس. وكنت كمان عامله قناه اسمها يوميات عائله سوسو. الناس قالوا لي قعدوا يزنوا عليا ويقولوا لي اليوتيوب هيقفل، اليوتيوب دلوقتي ما فيهوش ربح زي زمان، وقعدوا بقى يقولوا لي كلام يعني. قالوا لي لا لا، لازم تبيعيها بسرعه، الحقي بيعيها قبل ما يقفلوها لك تاني، هيقفلوها لك زي ما قفلوا سوبر سوسو، هيوقفوها لك زي ما وقفوا لك الادسنس فيها. عارفين يعني الزن فعلا ده كان اكتر حاجه كانت قلقاني جدا وتعباني، لان على رغم ان كانوا 30 فيديو، ولكن كانت القناه اتفعلت بسرعه جدا. يعني كان في فيديو من الفيديوهات انا نزلته، الفيديو ضرب جامد الحمد لله، وكنت فعلت فيها الشرطين، والقناه كانت حلوه قوي. بصوا هنا كنت بعطس، لان كان لسه اثر الدور البرد كان لسه عندي يعني الصبح، فضلت اعطس كده، بس الحمد لله برضو يعتبر احسن من الاول بكتير. المهم نرجع للقناه تاني. فالمهم رحت قلت خلاص انا هلحق ابيعها قبل ما يحصل فيها اي حاجه. وعايزه اقول لكم بعد ما بعتها، اللي اشتراها بقيت اشوف القناه وقلبي بيتحسر عليها. لا بيبقى صعب جدا جدا ان انتوا تتخلوا عن القناه وعن شغلكم، بجد مش بالساهل،
لان انا مريت بالموضوع دوت، عشان كده انا يعني حزينه جدا جدا على القناتين اللي راحوا مني. المهم طبعا بعد ما بعتها وكده، طبعا اللي اخد مني القناه اخدها وما نزلش عليها ولا فيديو خالص، زي ما يكون كده اخدها بس عشان يحنطها بس كده اهو. بس فاصحابي شجعوني بقى ان انا ارجع تاني افتح قناه وابتدي اشتغل تاني عليها وربنا يكرمني ويرزقني منها ان شاء الله. فعايزاكم تدعموني بشكل يعني جامد، ان انتوا تعملوا لي لايكات، لان اللايكات هي اللي تعتبر الدعم منكم يعني. فانتوا تدعموني وتعملوا لي كومنت حلو يحمسني ويشجعني ان انا اقدر اكمل في القناه. وربنا يكرمكم يا رب ويكون عند حسن ظنكم، وربنا يسعدكم جميعا. ويلا بينا بقى نخش كده على الفيديو. عايزه اقول لكم نزلت جزيل ماركت عشان خاطر اتسوق يعني، واشوف حاجات كتير قوي عايزاها وناقصه عندي في البيت، فقلت انزل اجيب الحاجات دي كلها. نزلت بالفعل وجبت كل حاجه ناقصاني تقريبا، ابره للصاروخ كلها بسعر المستهلك. جبت بطاطس، جبت طماطم، جبت زيت، جبت رز، جبت مكرونه، جبت فلفل الوان، جبت توابل، جميع التوابل اللي انا عايزاها. جبت فاصوليا خضراء، جبت ايه تاني، جبت ورق عنب. هنا كنت بوريكم ان انا جبت المكرونه اللي هي الملكه. جبت 5 اكياس، يعني لا، من كل نوع جبت كيسين. تمام، لان انا لما باجي اعمل مكرونه بعمل كيلو مره واحده، يعني بعمل كيسين. تمام. ولقيت بقى كمان الكوسه والجزر والحاجات دي كلها كانت حلوه كده وصبحه طازه يعني، فجبت برضو منها. وجبت كمان جميع التوابل، كان ناقصني توابل كتير قوي، فلفل اسود وبتاع ده اسمي اللهم صل على النبي، وبصل بودر وتوم بودر وقرفه وايه تاني، حاجات كتير قوي، وجوز الطيب والبهارات السبعة وكركم وبابريكا. بصوا يعني شفت كل اللي ناقصني وجبته، كان عندي حاجات كتير قوي ناقصه. وجبت ازايز زيت، ازازه الزيت ب40 جنيه. تمام. هو بيعمل عروض بيبقى ب40 جنيه وسعر المستهلك 44، بس هو ساعتها في الوقت ده كان عامل عرض، كان ازازه الزيت ب40، يعني كان في حاجات معمول عليها عرض وحاجات كلها بتتباع بسعر المستهلك. تمام. وعندي هنا اهو كنت جايبه برضو الرز هنا ب25 جنيه. تمام. كنت جايباه اكياس كده سايب يعني. تمام. فجبت منه شويه حاجات. هنا كنت جايبه كرتونه البيضه كانت ب3 جنيه، 3 جنيه تقريبا. دلوقتي طبعا البيضه وصلت. بصوا دلوقتي انا سالت على البيض لقيته ب4 جنيه البيضه، فانا من ساعه ما جبت البيض دوت لسه مشتريتش بيض تاني. تمام. فانا جبت البيضه كانت ب3 جنيه، بصراحه كان سعرها كان حلو قوي، فقلت يعني اما الحق بقى اجيب قبل ما سعر البيض يعلى تاني. وفعلا قال لي على طول لقيتها البيضه بقت ب4 جنيه دلوقتي. فبرضو مش عارفين نقول ايه يعني، هقول الله المستعان، الله المستعان، ربنا يكون في عون الجميع يا رب. وجبت بقى برضو من جزيل ماركت شويه حاجات تانية. عندهم اللحوم، كيس اللحمه كيلو. تمام. 900 جرام اهو، 900 جرام. 900 جرام كان ب175 جنيه. انا جربت اللحمه ديت بصراحه قبل كده وطعمها حلو قوي، بس هي مشكلتها في حاجه واحده، ان هي عايزه سوا جامد. انتوا تسووها جامد جدا، خلوها كده تاخد وقتها في السوا بصوا مفيش فرق بينها وبين اللحمه اللي هي لسه طازه. تمام. تحفه جميله جدا. هي واضح ان هي مش لحمه الجزارين، لا هي لحمه مجمده، بس هي حلوه يعني، حلوه جدا. تمام. وهناك برضو الفرخه بتتباع ب75 جنيه. وجبت طماطم، لاني بحب اخزن يعني، عندي طماطم كنت مخزنه طماطم في العيد عشان العيد وكده. وجبت بقى الطماطم ديت برضو عشان ايه اخزن تاني، لاني ما بستغناش عن الطماطم في البيت. بصراحه بتوفر عليا كتير قوي ان انا انزل اي حد ينزل يجيب لي بقى كل شويه طماطم. طب ليه يعني؟ او انزل عشان اجيب كيلو طماطم او نص كيلو؟ لا ليه. فانا عندي على طول الطماطم بجهزها واحطها في الفريزر، ووقت ما احتاجها بلاقيها قدامي. عايزه اقول لكم ان في سؤال جالي
في القناة في الفيديو بتاع اللي هو الروتين اللي انا كنت منزلاه، مش اللي هو اللي فات ده، لا تقريبا الفيديو اللي انا قلت لكم فيه حاولوا تتمسكوا ببيتكم تمام. انا الفيديو ده كنت بنصح فيه بنات وستات ان خراب البيت مش بالسهل فعلا، ومش بالسهل بعد ما الواحد يعمل بيت ويبني بيت واسره ويخرب البيت عشان خاطر مثلا حماتها مضايقاها. فالمتابعة سألتني وقالت لي طب تعملي ايه لما تبقى الحما بتحاول تخرب بيت ابنها وتاخد العيال من امهم، تعملي ايه ساعتها؟ فانا عايزاكم انتوا بقى اللي تجاوبوها على الحالة دي ايه، يعني ممكن تعمل ايه وتتصرف ازاي مع حماتها، واشوف بقى ردكم كده ايه في الكومنتات، وشوف كل واحدة هتقول ايه، ويا رب يكون عندكم الحل ان شاء الله. طبعا محدش يقدر يتحمل لا ذل ولا مهانة من اي حد، معاش اللي يذلنا ولا اللي يكسر انفنا صح ولا ايه؟ بس انا بقول ان مش بالسهل بس ان احنا نخرب بيوتنا عشان خاطر كلام فاضي، يعني ممكن نحل الدنيا دي كلها بكلمتين حلوين. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. بس انا هنا كنت بعمل الصلصة، غسلت الصلصة كويس قوي، وقعدت بقى ايه اقطع فيها كده واجهزها واحط على طول في الحلة بقى، يعني اغسلها واقوم مقطعاها كده واجهزها واحطها في الحله، وبعد كده بقى مولعه عليها النار، حطيت لها بعد ما ولعت عليها النار حطيت لها كده كام قرن فلفل حراق، علشان ايه تبقى ايه الشطه اساسا بحب في كل اكلاتي، سواء عامله طبيخ، عامله فاصوليا، عامله بسله، عامله اي حاجه، لازم يبقى فيه مشطشطه كده، تكون مشطشطه شويه حتى لو عامله شويه مكرونه تمام. فانا قلت بدل ما احط الصلصه كده ساده كده من غير اي حاجه، لا فانا رحت حطيت لها على طول الكام قرن فلفل، وادت بقى ايه الطعم الجامد. بص باخد كده حته صغيره كده واقوم عامله سواء بقى مكرونه اي حاجه، تديني بقى طعم رهيب. الشطشطه ديت بقى بتفتح النفس وتخلي الواحد عايز ياكل. بس كده انا عندي عيالي كلهم بيحبوا الشطه تمام. هنا اهو عايزه اقول لكم بقى، كان في واحده بتقول لي ان انا بقلد شروق علام. طب انا بقلد شروق علام يا جماعه؟ بالله عليكم حد يقول لي انا بقلد شروق علام؟ انا فين وشروق علام فين يا جماعه؟ يعني انا فين وشروق علام فين؟ كل واحد ليه محتواه. صحيح انا محتوايا روتين وهي محتواها روتينات برضو، ولكن انا حاجه وهي حاجه، يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال. انا راضيه جدا بقناتي وراضيه بالمحتوى بتاعي، وانا مش بقلد حد خالص على فكره، ومش عارفه اشوف نفسي في اي حد، يعني كل واحد بيمثل نفسه، لكن انا ما بمثلش، ما بقلدش حد. دي حاجه على فكره بتضايقني جدا، لان لما انا بتفرج على شروق علام بلاقي محتواها محتوى تاني خالص غيري. هي بسم الله ما شاء الله هي بدات برضو زينا كده من البدايه خالص، وابتدت تطور نفسها وابتدت تطور قناتها، وربنا كرمها في قناتها يعني، وابتدت تحسن من حياتها ومستواها المعيشي. لا انا لسه في البدايه خالص على فكره، ولسه بقول يا هادي، وبتمنى ربنا يكرمني في قناتي، لان القناه دي مصدر رزق ليا ولعيالي، ويا رب يا رب يكرمني يا رب فيها. وبس مش اكتر، ان انا مش عايزه منكم غير الدعم، بس تدعموني علشان اقدر اتشجع وانزل فيديوهات بكل قلب، واحس كده ان انا شغلي ده جاي فايده، بس مش اكتر. كده خلاص انا خلصت كل حاجه والدنيا رايقه بره وكل حاجه تمام. كنت عايزه بس اوريكم البخور اللي انا بستخدمه، اسمه ارابيسك، حلو جدا جدا وريحته حلوه قوي قوي، وبيجي كده معاه اللي هي المبخره دي، مبخره كده صغيره عامله زي الطبق عشان تحط فيها قرطاس البخور. 15 دولار ب50 جنيه بالعلبه كده، زي ما هي العلبه دي بتحتفظي بيها، وممكن تستخدميها في حاجات تانية. حلو قوي، ريحته رهيبه قوي وبتلزق في المكان. عايزه اقول لكم لو حطيتوا منه بس قرطاس واحد بس كده، هو بيجي معاه 15 واحد، 15 قرطاس. بس انا شايفه يعني ان ريحته حلوه قوي قوي، لان البخور اساسا يعني غلي، ومش اي ريحه بتبقى حلوه وتجذبك تمام. بس ريحه البخور دوت عجبني جدا جدا جدا، ريحته حلوه قوي. تحطيها لما يكون عندك حد جاي، تحطيها يوم الجمعه مثلا تبخري بيها الشقه. بصراحه ريحته جميله جدا جدا جدا. اسمه ارابيسك، هو في كذا نوع وكذا اسم، انت بتختاري. انا اخترت طبعا دوت، انا شميته بس كده قبل ما اخده، لقيته ريحته حلوه قوي وقلت لازم اجربه. كده يعتبر كان اول مره اجيبه، وبيبقى جاي معاه الطبق الصغير ده اهو، شايفين
عايزه اقول لكم ريحته حلوه حلوه حلوه. بعد ما البخور بيخلص هو مكتوب عليه ان هو بيفضل ثابت 5 ساعات. هو بقى بيفضل ثابت بصراحه اليوم كله. هو كل اللي جذبني ريحته كانت حلوه قوي قوي. بس كده، اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسونيش في اللايك ومتنسونيش في الشير، تشيروا كده الفيديو مع كل قرايبكم واصحابكم. واتمنى اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لي اشتراك، يا ريت يعمل لي اشتراك ويدعمني بكومنت حلو ويقول لي من انهي بلد بيتابعني، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.